ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ في المرة اللي فاتت اتكلمت فيها عن مانجاكا الرعب جينجي إيتو. حكيت قصتين لي واللي كانوا ليهم نفس الطابع، وأنا النهاردة هتكلم عن قصتين تانيين ليهم برضه طابع مشترك. كلنا بنحس بالقلق لو حد اتعدى على مساحتنا الشخصية أو اتدخل في اللي ملهوش دعوة، وطبعا جينجي إيتو هيحول الشعور بعدم الارتياح ده لأسوأ كوابيسك. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش إن اللايك بيدعمني كتير. ومن غير كلام كتير خلونا نبدأ. القصة الأولى هي The Town Without Streets، المدينة بلا شوارع، ودي القصة الأكثر غرابة بالنسبة لي، واللي بتبدأ ببطلتها سايكو اللي بتقول لنا إزاي إنها كل يوم بتصحى تلاقي شباك أوضتها مفتوح، والأغرب إن بقالها فترة بتحلم بولد معاها في المدرسة اسمه كيشيموتو. الغريب ده إنه الولد خجول وما بيتكلمش، وسايكو بتقول إنها مش بتلاحظه ومش عارفة إيه السبب إنها كل شوية تحلم بيه، لأ وكمان بدأت تحس بمشاعر ناحيته. في يوم من الأيام سايكو بتحكي الكلام ده لواحد من أصدقائها، واللي بيرد عليها وبيقول لها إنه ممكن كيشيموتو عمل طريقة أرسطو. ساعتها سايكو بتستغرب وبتقول له إيه ده؟ ساعتها بيرد عليها وبيقول لها إنها طريقة بتخلي الشخص اللي أنت معجب بيه يعجب بيك أنت كمان، والطريقة دي بتكون إنك بتروح للشخص وهو نايم وتبتدي تهمس في ودنه وهو بيبتدي يحلم بيك، وكل ما يحلم بيك أكتر كل ما تعلق بيك أكتر وأكتر. ساكو ساعتها بتسأله تفتكر كيشيموتو بيعمل كده معايا وانا نايمة وبيدخل اوضتي وبيهمس في ودني؟ لا اكيد ما عندوش الجرأة انه يعمل حاجة زي كده. لما ساكو روحت قعدت تتغدى مع اهلها، وهنا اخو سايكو بيقول لها انه سمع صوت ولد خارج من اوضتها. ابوها قال لها الكلام ده حقيقي يا سايكو، لكنها بتجاوب بالنفي، انا مستحيل اعمل كده. لكن اخوها التاني بيقول لها ان هو كمان سمع صوت ولد من اوضتها. سايكو فضلت تنكر لكنها بقت شاكة ان كيشيموتو هو اللي بيعمل كده وبيتسلل لاوضتها، يمكن علشان كده بتلاقي شباك اوضتها دايما مفتوح. في اليوم ده سايكو حلمت بكيشيموتو وهو بيديها خاتم. ساعتها قررت تسأله هل انت بتعمل طريقة ارسطو؟ وفعلا اعترف انه بيعمل كده. سايكو قالت له انت ازاي تقتحم خصوصيتي بالطريقة دي؟ هو رد عليها وقال لها انه معجب بيها لكن كان خايف يواجهها. لكن هما بيتكلموا في واحد شكله غريب جدا ظهر فجأة. الشخص ده بيقول ان اسمه جاك السفاح. فجأة طلع سكينة وقطع بطن كيشيموتو. سايكو صحت من النوم وارتاحت لما عرفت ان ده كان مجرد حلم، بس لما بصت جنبها لقيت علبة الخاتم اللي كيشيموتو اداها لها في الحلم. بس الغريب تاني يوم لقوا جثة كيشيموتو في الشارع، بطنه مفتوحة وكل أحشائه بره. طب اللي حصل في الحلم بالظبط؟ من بعد اللي حصل ده أسرتها بقت تتصرف بشكل غريب جدا، لدرجة إنها بقت تروح تبات عند أصحابها. مع الوقت أصحابها بدأوا يتضايقوا من وجودها وهي اضطرت إنها ترجع بيتها تاني. في البيت أهلها بيتخانقوا معاها عشان بتسيب البيت وتبات بره. هي بترد عليهم وبتقول لهم إنها زهقت من تصرفاتهم الغريبة. أبوها بيقول لها تصرفات غريبة زي إيه؟ هي بترد وبتقول له أنا عارفة إنكم بتتجسسوا عليا وأنا قاعدة في أوضتي وفاكرين إنكم هتلاقوني بجيب ولاد فيها. أهلها أنكروا إن هما بيعملوا كده، ولكنها سابتهم وطلعت تنام في أوضتها. في أوضة سايكو بنلاحظ إن في فتحات كتير أوي في الحيطة، وواضح إن أخوها هو اللي بيخرم الحيطة علشان يتجسس عليها. فجأة بنلاقي أخوها دخل صباعه جوه الفتحة عشان يوسعها أكتر. سايكو اتعصبت جدا وضربت صباعه بكل قوتها، وبعد كده لقيت ابوها وامها فاتحين الباب وبيتجسسوا عليها. بعد ما قفلت الباب عليهم راحت تفتح الدولاب، لقيت اخوها الصغير مستخبي جوه الدولاب وانه حفر نفق صغير عشان يجي اوضتها منه. بعد ما طردتهم من الاوضه قررت انها تعمل حاجز حوالين سريرها عشان لو حاولوا يتجسسوا عليها من الباب ما يعرفوش برضه. لكن بالليل صحت على صوت غريب جاي من السقف، حد بيحاول يتجسس عليها من فتحه في السقف. هنا سايكو قامت وغرزت مفك في الفتحه، وهنا سمعنا صوت صرخة الشخص ده. واضح جدا ان المفك دخل جوه عينه. تاني يوم سايكو هي بتفطر مع اسرتها لقت اخوها صباعه مكسور وابوها رابط عينيه. لما سالته قال لها ان عينيه تعبان ممكن يكون جالها عدوى. ردت عليه يعني مش عشان المفك اللي ضربته في عينك امبارح؟ قال لها انا مش عارف انت بتتكلمي عن ايه. سايكو زهقت وقررت تاخد هدومها وتعيش عند عمتها. وبالفعل سايكو راحت المدينة، لكنها استغربت ان كل الناس اللي داخلين او خارجين من المدينة دي لابسين اقنعة على وشهم. ولما دخلت لقيت حاجة أغرب من ده كله، المدينة عبارة عن بيوت لازقة في بعض، أي حد عايز يتحرك في المدينة دي لازم يعدي من خلال البيوت. سايكو سألت واحد إيه السبب شكل المدينة؟ رد عليها في الفترة الأخيرة في مباني كتيرة أوي اتبنت ومحدش عارف مين اللي بناها، لكنهم بقوا كتير جدا لدرجة إن مفيش مكان الناس بقت تقدر تمشي فيه، بقوا مضطرين يدخلوا بيوت بعض عشان يعرفوا يتحركوا في المدينة. وكل الناس بقوا مضطرين إنهم يسيبوا بيوتهم مفتوحة طول الوقت، فبقى من الطبيعي إنك تلاقي ناس داخلين شقتك وبيتمشوا فيها. الخصوصية في المدينة دي بقت معدومة، عشان كده كلهم بيلبسوا أقنعة عشان يحافظوا ولو على جزء بسيط من خصوصيتهم. لا والأسوأ من كده إن أي حد بيقرر إنه يقفل بيته بيكسروا بابه وبيعذبوه، أو ممكن يعملوا فيه الأسوأ من كده،
سايكو ما بقتش مصدقة اللي بيحصل وفضلت تجري لحد لما وصلت بيت عمتها، وفضلت تخبط على الباب. ردت عليها وقالت لها خشي الباب مفتوح. ولما سايكو دخلت لقيت عمتها واقفة من غير هدوم. سايكو سألتها انت عاملة ليه كده في نفسك؟ عمتها ردت عليها وقالت لها انها ادركت خلاص ان الخصوصية ما عادش ليها معنى، ما عادش في سبب يخليها تلبس هدوم. وهما بيتكلموا في حد دخل الشقة من الشباك ولوم. وبعد كده سايكو بتلاحظ ان في فتحات كتير قوي في شقة عمتها. عمتها بتقولها ان الناس عملت الفتحات دي عشان يتجسسوا عليها. عمتها بتقولها كلام غريب جدا، وهي ان سايكو لازم تتقبل الوضع وتخلع هدومها وما تخبيش حاجة. سايكو طلعت تجري وفي كل حتة بتشوف ناس لابسين أقنعة. في واحد من البيوت بتشوف جثة بطنها مفتوحة زي ما حصل مع كيشيموتو. ولما جرت من المكان راحت مكان تاني، لقت شخص دماغه شكلها غريب جدا وبيتجسس على شخص من خلال فتحة. بعد كده لقيت أشخاص أكتر بنفس شكل الدماغ الغريب ده بيتجسسوا على حد. ولما الناس دول بصولها لقت الناس دي دماغها مليانة بعشرات العيون. ولما حاولت تهرب لقت في وشها جاك السفاح اللي شافته في الحلم بيقول لها إنه راح لأوضتها لأنه كان عايز يقتلها، ولكنه لقى كيشيموتو هناك فقرر إنه يقتله مكانها. لكن دلوقتي جه دورها عشان تموت. لكن فجأة بنلاقي السفاح ده حد طعنه من ظهره وبيقتله، وبنكتشف إن الحد ده هو عمة سايكو. عمتها قالت لها خليكي ماشية مع النهر عشان تخرجي من المدينة دي. بعد كده سابتها ومشيت. سايكو لقت نفسها لوحدها في المدينة بلا شوارع. القصة دي غريبة ومش مطلوب منك إنك تفهمها، لأنها بتتناقش فكرة واضحية إن فضولنا بحياة الناس التانية واقتحام خصوصية الناس شيء مرعب. خلونا نخش على القصة التانية اللي تعتبر قصيرة جدا. القصة التانية اللي بتبدأ ببطلنا هيروشي، وهو بيحكي لنا إن أسرته عزلت للبيت ده من قريب لأنه كان رخيص جدا، لدرجة إن هو وأمه كانوا بيهزروا وبيقولوا إن شكل البيت ده مسكون، لكنهم بدأوا يروحوا لبيوت الجيران عشان يتعرفوا عليهم. لكن البيت اللي جنبهم على طول ما كانش فيه حد، وهيروشي كان مستغرب قوي من شكله. البيت كان مقفول ومفهوش غير شباك واحد بيبص على اوضته. هما قالت له ما تبقاش فضولي. هما الاتنين راحوا للبيت اللي بعده وخبطوا على الباب، ولما اصحاب البيت فتحوا رحبوا بيهم وقالوا لهم احنا جيرانكم الجداد. وبعد كده هيروشي سالت صاحبة البيت عن البيت اللي جنبهم ده اذا كان فيه ناس ولا لا. صاحبة البيت قالت لهم انها مش عارفة، لكن بالليل بنشوف حد بيتحرك قدام الشباك. الاشاعات بتقول انها ست في منتصف العمر، لكن واضح انها لسبب معين ما بتحبش توري وشها للناس. لما راحوا بيتهم هيروشي طلع اوضته علشان ينام، وبالليل سمع صوت واحدة ست بتنده عليه وبتقوله يا عزيزي يا عزيزي انت نايم؟ هيروشي استغرب وقام من السرير وفتح الشباك عشان يشوف الصوت ده جاي منين. وهنا شاف شباك البيت اللي جنبهم مفتوح، البيت الغريب اللي على طول مقفول. في الشباك شاف الست اللي بتندهله، وهناك كانت الصدمة. ست شكلها قبيح جدا، كانت بتردد حاجة واحدة بس، ايه رأيك يا عزيزي في البيت الجديد؟ تعالى عندي نلعب سوا. هيروشي اترعب وقفل الشباك وهو جسمه بيقشعر. دخل كمل نوم رغم ان الست فضلت تندهله. تاني يوم هيروشي قال لنفسه اكيد ده حلم، ولكنه سمع نفس الصوت بينده عليه بيقوله يا عزيزي عايز اشوف وشك، انت ليه ما جيتش؟ انا جايبالك حلويات، انت مش عايز تيجي؟ خلاص انا اللي جايالك. هيروشي اتنفض من مكانه فتح الشباك في ساعتها ولقاها فعلا بتحاول تجيله عن طريق عصايه. هيروشي زعق فيها وقال لها انت بتحاولي تعملي ايه؟ هي قالت له امسك العصايه كويس عشان اعرف اجيلك. هيروشي صرخ ورمى العصايه في الشارع، وعلى طول راح صح اهله. طلعوا له فورا وبصوا من الشباك بس طبعا ما لقوش حد او حتى العصايه اللي وقعت في الارض. ابوه قال له انت متاكد انك مش بتحلم؟ هيروشي جاوب بالرفض. بعد كده قرروا ان هما يبدلوا، هما يناموا فوق وهيروشي ينام تحت. بعد فتره الست فعلا ما ظهرتش، بس بما ان الست ما ظهرتش مفيش مانع هيروشي يرجع ينام تاني في اوضته. لكن اول لما نام سمع الصوت تاني، يا عزيزي بقالي فتره وما شفتكش. هيروشي بيصحى وبيبقى مش عارف يعمل ايه. وهنا الست قالت له خليك مكانك انا جايالك، انا قربت اوصل اهو، ايدي قربت تلمس الشباك. هيروشي قرر انه ما يروحش لاهله، قرر يستنى ويشوف ايه اللي هيحصل. وفضل صاحي لحد الصبح وفعلا مش بيحصل حاجة، لكن بقى عنده دليل، شباك البيت اللي قدامه فعلا بيقرب له. مستحيل يفضل قاعد في البيت ده. هيروشي وأسرته قرروا إنهم يعزلوا. وبس كده، لو عجبك المحتوى ما تنساش تدعمني بلايك، وحابب أشكركم جدا جدا على دعمكم الكبير. لو عندك أفكار فيديوهات وعايز نتكلم عنها ما تنساش تكتب لي في الكومنتات. وفي النهاية حابب أقول جاست كده، بيس.